السلام عليكم. أحالت مصالح الأمن الوطني صباح أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري شخصا على النيابة العامة من طرف عناصر الشرطة القضائية بعدما حاول اقتحام منزل شرطي بالقوة، حيث قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لدايا. وذكرت مصادر محلية بأن الشرطية حديث التخرج تقطن بمنزل بتجزئة الجبيلات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي. طلبت النجدة من عناصر الأمن الوطني بعد إقدام المعني بالأمر على محاولة اقتحام منزلها بالقوة ليلا، حيث تم توقيف متهم بعين المكان. وتضيف نفس المعطيات أن الموقوف الذي يقطن بشقة أخرى في نفس المنزل المكون من طوابق شرع في طرق باب الشقة الشرطية في وقت متأخر من الليل، وبعد أن رفضت فتح الباب شرع في ركله بقوة محاولا اقتحام مسكنها للاعتداء عليها جنسيا. الأمر الذي جعلها تتصل بعناصر الأمن التي انتقلت على الفور لعين المكان لإيقافه ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة.